السلام عليكم العائلة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما ديما معكم خوكم الياس ربوح، فيديو جديد على السفر من قلب الجزائر، وهذه المره كنتواجدوا من قلب الصحراء الجزائر. كيف ما شاركت معكم على الصفحه فيسبوك، غادي ان شاء الله نمشي لتمن راس في كاين المنظر ديال الصخور والجبال. ودابا كيف ما كتشوفوا كنتمشاو غير وسط الصحراء. العائلة كيف ما كتشوفوا بعد ما قطعنا آلاف الكيلومترات انطلاقا من ألجي العاصمة، ضربنا أزيد من 2000 كيلومتر باش نجيو نشوفوا هذا الجمال الطبيعي اللي كيتواجد في سيفار أولا اللي كيتواجد في تمن راس. صراحة امبرسيونون ديال بصح، كتفكرني في الأجواء اللي كنت عشت في موريتانيا وصافي بليزير. غير هي الفرق أن ما بين موريتانيا وما بين الجزائر هي أن هذه الصحراء فيها بعض الجبال والكتبان اللي هما صخريه اللي اول مره غادي نشوف. وجميع المسافرين من انحاء العالم كيحطوا ماشيو مثلا القطب المتجمد، كيمشيو لاعلى قمه في العالم اللي هي ايفرست. فهو لابد خاصك تجي تشوف الصحراء ديال تمن راس في الجزائر والمدينه المخفيه اللي هي سيوار. المهم العائله ما نطولش عليكم بزاف، نتلاقاو من نوصلوا. المهم العائله بعد 14 ساعه وحنا في الكار تقريبا، والله ما بقيت قادر نتمشى على رجلي، عييت بالطريق. وصلنا لهذا المحل اللي منين شفت في الخريطه ما بقاش لينا بزاف، بقات لينا تقريبا واحد ساعه ونص ديال الطريق. حبسنا هنا كوموندينا جوج لوبيا، عطاونا هاد الوريقه ب 250 اللي هي شحال بالدرهم؟ 12 درهم ونص مغربيه. الاثمنه في الصحراء طلعوا شويه ولكن باقيين مناسبين بالنسبه لينا حنا. بعد ساعات من الطريق اخيرا رجعت لينا الشرطه ديال الانترنت. دوزنا واحد المده انا وخويا اسماعيل ديال 14 ساعه بلا ريزو، وتسمحوا لينا الا ما رديناش على لي ميساج. اخيرا الخوت بعد بزاف ديال الطريق احنا وصلنا دابا لتمن راس. صافي بليزير، واخا العائله نكذب عليكم والله ما عارف فين غنمشي ولا شنو نقدر ندير في هذه البلاصه ولا في هذه الولايه ديال تمن راس. كيف ما راكم عارفين كنت عوال ديريكت غنمشي نشد الطياره، غنمشي نرتاح بعض الايام في لوطيل، ومن بعد نمشي نتحرك ان شاء الله باش نتحرك لتركيا. انتم كتشوفوا المكتب فين جابنا، تمن راس. وعيب الصراحه تجي للجزائر وما تجيش للصحراء ديال تمن راس، الحدود ديال النيجر راهم قراب. اسماعيل نكتشف اروح دينو. المهم العائله دابا يلاه غنخرجوا من المحطه الطرقيه، بانت لينا بعيده 4 كيلومتر على السونتر فيل. ما عرفناش واش نشدوا طاكسي ولا طوبيس، ما لقيناش البيس، لقينا كاين مساحات شاسعه فقط. المهم حنا داكشي اللي درناه غادي نعاودو. المهم العائله صباح الخير. كيف ما شفتوا معنا انا وخويا اسماعيل فريح حاليا كنتواجدوا في تمن راس باش نديروا وحده من اخطر المغامرات واجمل المغامرات اللي عشنا في حياتنا، في وحده من اكبر الصحاري في العالم واللي فيها النقوش اللي ما قبل التاريخ وبزاف د المغامرات. اسماعيل راه هو معايا، راكم كتعرفوه. ما تنساوش الاشتراك في القناه فرح اسماعيل على اليوتيوب. معنا الاخ عبدو استاذ في الرياضيات، روندونر تريبر جزائري. صافي بليزير نتلاقاو شي روندونر يدير معنا هذه المغامره، الله يكبر به. ومعنا الاخ الله يكبر فيه، جاي يدير بينا واحد الجوله هنا في المدينه ويقلب معنا على اجونس ديال السفر. وقال لنا الوقت اللي لقاو لي زاجونس دو فواياج حالين مع دابا لقيناهم سادين، قال لنا ندير بكم واحد الدوره في واحد المركز ثقافي. المركز الثقافي ياك دار الصناعه التقليديه اللي ان شاء الله غادي نمشيو ليها بعد 15 دقائق. نتمنى يعجبكم لا فيديو،
المهم احنا باقيين كنقلبوا، ما كرهناش نلقاو شي اجونس دو فواياج اللي تكون بثمن مناسب، بحكم راكم عارفين تابعني سفر لتركيا وتابعني بزاف، ومنها تبقى لنا بوسيبيليتي نمشيو لبلاصه. المهم العائله، الناس اللي ما عارفينش نفيدكم بعض المعلومات اللي يقدروا ينفعوكم. هاد البلاصه ديال تمراس كانت ملتقى طرق ما بين الناس اللي كيجيو من مالي، النيجر، الكوت ديفوار، وكانوا كيدوزوا منا بزاف ديال القوافل، وعليها غتلقاو هنايا كيجيو بزاف ديال الناس وكاين بزاف ديال الجنسيات، وكتلقاهم كيجيبوا الاعشاب باش كيجيبوا الاعشاب ديالهم ديال المداوات باش يبيعوهم هنايا، حيت كيف ما عارفين مادام هي واحد الملتقى القوافل فغادي تكون واحد البلاصه اللي هي تجاريه، كيف ما كتشوفوا واحد الزخرفه اللي هي تقليديه، وما شاء الله هاد الديور اللي مبنيين غير بالحجر والطوب، وشوف تبارك الله شحال صامدين. واهم حاجه اللي كنت شاركت معكم في فيديوهات اللي قبل هو هذا اللون الاحمر اللي كيساعد بان الدار تكون بحال قلنا ايزوتيرميك، تش بزاف وقت البرد وما تسخنش بزاف وقت ديال الصال. كيف ما كتشوفوا العائله، هذه البلاصه اللي غنمشيو ليها ان شاء الله. احنا دابا باقيين تنقلبوا في لي زاجونس دو فواياج، وكنحاولوا شي وحده تحسب لنا الثمن اللي هو مزيان. لقينا واحد الثمن اللي هو 3 ديال الملايين اللي هي 1500 درهم مغربيه، صراحه بزاف علينا ما نقدروش على هذا الثمن. من بعد لقينا ثمن ديال 2 ملايين و800 اللي 1400 درهم، وحنا باقيين تنقلبوا على شي ثمن اللي يكون مناسب بالنسبه لينا. نتمنوا ان شاء الله خير، وفي نفس الوقت نتوما راه كنشاركوا معكم معلومات سياحيه. لا تراجع الاستسلام. الا وحنا في الطريق ديالنا في لي زاجون الصراحه تأزمت شويه، كتشوف الاثمنه هما صراحه مناسبين بحكم لي كيلومتر وداك الشيء، ولكن انا عارف باللي ما بقاش ليا الوقت، وهاد لي فيديو ما غيتحطوا غادي نكون ديجا في تركيا، ما عرفناش جينا نبردوا، اقترحوا علينا الدراري نبردوا بواحد الجوز الهندي اللي جايبينه من نيجيريا، واللي غيبيعوا لينا بثمن ديال 20,000 اللي هي 10 دراهم مغربيه. المهم حنا نجربوا هاد اللعيبه مجموعين ان شاء الله، ولكن اول مره غنجرب هاد الاحساس ديال يحلها لك قدامك وتشرب الماء ديالها. الله الخوت فكرتني غير في دوك الحلويات، دوك الفواكه اللي كنت كنضرب في السنغال، مالي، كوت ديفوار، داكشي تروبيكال، صراحه يا سلام. واحسن حاجه الخوت هي ملي كتجرب حاجه جديده وكتذوق اول مره داك الطعم، ما نعاودش لكم الخوت، واحد الاحساس بلا ساتيسفاكسيون، السعاده لا توصف. شكرا بزاف خويا، الله يحفظك، صافي بليزير. يا سلام. دابا الخوت غادي ندخلو غادي نتذوق اللحم ديال الجمل. كنت في الداخله وما كتبش لي انني نذوق اللحم ديال الجمل لا في الداخل لا في العيون، ودابا هي تجدات لي الفرصه، واخا ما غناكلش اللحم صراحه ما غنضيع. سامحني بشحال قلت لي هذه 20 عيين، وبشحال القطيب؟ 5000 دواره ميغاتا ب 10 كيسه 30. هذا مش دجاجه مرصوص 30. اعمل لي خويا، والله ما عرفتش غناخذ شي 5 ولا 6 غادي تقاموا عليا ب 30 ميل اللي هي 15 درهم مغربي. كتشوفوا العائله دايرين واحد الجوله اللي في المدينه ديال تمراس، وقدامنا الجبل اللي كنا هضرنا لكم عليه اللي وقعت فيه حادثه في طياره، واللي كنا يمكن تكون سميتو ادريان. كاينش براج عمو كنصور نورمال، باش نقربوا البراج قول لي يا ولد. والله ما تصور بيا روحي ندور بحال خونا هادي الله فيها ليك يا وديك راك ناضي انت تصور فيها. دابا كنتواجدوا في القصر ديال اغامستان اللي بناه الامنوكال. صراحه خوتي هذا القصر يمتد الى غايه جبل ادريان، السمك ديالو هو 90 سنتيمتر، واللي بناه هو اغامستان اللي كان كيحكم قبيله الطوارق اللي هما معروفين حاليا بالتوارق، اللي ما كيتواجدوش غير في المغرب، كيتواجدوا حتى في مالي في النيجر، بحكم ان هذه المنطقه اللي كاينه هنا منطقه هي حدوديه ديال. دابا حاليا غادي نشارك معكم واحد لا فيزيون ان شاء الله. دابا وقت ديال الغروب تيكون واحد اللون اللي هو زوين بزاف، الالوان ديال الغروب تيكونوا من احسن الالوان.
بسم الله. كيف ما تشوفوا القصر كيبان دابا قصر اللي هو متواضع وقصر اللي هو صغير، ولكن راني ما كذبتش عليكم الى غايه داك الجبل اللي كيتواجد لهاه اللي كيبعد علينا كيلومترات بزاف. وباش قدرنا نوصلوا لهذا الشيء ونبغيو نشكروا الاخ الجلالي اللي وصلنا لهاد المناطق، كيف ما نبغيو ننصحوا الاخ عبدو اللي غتشوفوه معنا اللي حتى هو عاوننا بزاف باش نكتشفوا هاد المناطق. كيف ما قلت لكم السمك ديال هذا كان كيوصل ل 90 سنتيمتر، وواحد القصر اللي عريق نتمنى يلقى الاهتمام. المهم الخوت دابا كيف ما كتشوفوا هذا الوقت ديال الغروب، ما عرفناش الجوله ديالنا واش غتكمل ولا لا، ولكن الصراحه حنا سعداء بزاف لاننا جينا واكتشفنا التاريخ واكتشفنا الحضاره. مخدوم والمعلومه اللي نسينا ما قلت لكم الخوت بلي هو راه مخدوم من الطين في اي لعبه. تحياتي خويا عبدو، نبغيو نشكرو بزاف على المعلومات اللي شارك معنا، وباقي ان شاء الله غادي يكون معنا غدا في المغامره، وباقي يقدر يضرب معنا مناطق بعاد. المهم ان شاء الله صافي بليزير اننا تلاقينا واحد اللي هو تريبر. كنتلاقاو بزاف ناس اللي هما مسافرين اللي عزيز عليهم السفر، ولكن الناس اللي هما كيعرفوني عارفين اني انا عزيز عليا التخييم والطبيعه في القلب ديالي. مع ان بزاف ديال الناس تيقولوا لي علاش ما كتسافرش بتكاليف بزاف، علاش ما كتمشيش لبلايص. خوتي انا عزيز عليا الطبيعه وعزيز عليا الروندوني وعزيز عليا نجول وندور، هادشي اللي عطا الله.